أهلا بكم مشاهدينا. تجري استعدادات مكثفة في الإقليم الأوسط للاحتفال بالذكرى 22 للاستقلال المجيد، تتمثل في المعارض الثقافية والفنية ومسابقة المعلومات العامة والحفلات الشعبية وتزيين الشوارع والأنشطة الرياضية. تمال من كاسيا جينيو ترى من بار تعمد بفري سم تاريخ ويو زنبر أمدري نفسها نحكاها حفاش كتبلي سابون تدليا لك خمسة قبلي. وفي إطار هذه الفعاليات جرت منذ 2 وحتى 7 من مايو الجاري في قاعة كوها في أسمرة عملية تنقيح المسرحيات والأغاني والدراما الموسيقية التي تعكس تضحيات الشعب الإريتري من أجل الاستقلال والدفاع عن السيادة وثقافة العمل في مسيرة التنمية والإنجازات التي تحققت، والتي ستعرض في احتفالات عيد الاستقلال الذي ستبدأ فعاليته منذ 17 من مايو الجاري. وبلغت الأعمال التي تم تنقيحها أكثر من 140 أغنية وحوالي 40 عملا دراميا، كما تقوم المدارس منذ 7 من مايو بمختلف الأنشطة التي تعكس عيد الاستقلال، إضافة إلى تنظيم مسابقة المعلومات العامة في جميع الوزارات. وعلم بأن إدارات الضواحي تقوم بالاستعدادات اللازمة للاحتفال بعيد الاستقلال على مستوى الإقليم، حيث ستشارك 41 مؤسسة وإدارة في الإقليم الأوسط في الكرنفالات الشعبية، ويتوقع وصول فرقتين فنيتين أفريقيتين إلى أسمرة للمشاركة في احتفالات البلاد بعيد الاستقلال. افتتح في 7 من مايو الجاري بمدرسة قدايف الابتدائية أسبوع مدارس الإقليم الأوسط بمناسبة العيد 22 للاستقلال المجيد، الذي يحتفل به تحت شعار التصدي درعنا والعمل عزتنا. كنات كازي مفتاح سرت حاتت يا لومون توات تمال من كاسيا جينيو ترى من بار تعمد بفري سم تاريخ ويو زنبر أمدري نفسها نحكاها حفاش كتبلي سابون تدليا لك خمسة قبلي. وأوضحت مسؤولة وزارة التعليم في الإقليم الأوسط السيدة حليمة محمد في حفل الافتتاح الذي حضره وزير التعليم السيد سمر رؤسوم وحاكم الإقليم الأوسط السيد كعساي قبرهوت وممثلو الاتحادات وأولياء الأمور والمعلمون أن أسبوع المدارس بمناسبة أعياد الاستقلال يهدف لتعريف الأطفال والشباب بالتضحيات التي بذلت من أجل الاستقلال والدفاع عن السيادة والحملة الوطنية للتنمية. وقالت إن 291 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية تشارك في الأسبوع، وشاركت الجهات التي سعت لإنجاح البرنامج. وذكر مدير مدرسة قدايف الابتدائية الأستاذ طارق بيدو أن شعار احتفال هذا العام يحمل مضامين كبيرة ويعكس مسيرة التصدي وتدعيم العمل للوصول إلى الغاية المنشودة. وقدمت في المناسبة العديد من الفعاليات التعليمية التي تعكس مسيرة التعليم، كما قدم طلاب مدرسة أبرهة بهتة للمكفوفين ومدارس أخرى أنشطة تحيي عيد الاستقلال. هذا وسيستمر أسبوع مدارس الإقليم الأوسط في كافة المدارس من حتى 19 من مايو الجاري. نظم سمينار توعوي لأعضاء جمعية مزارعي شعب منشب للدفع بأنشطتهم الزراعية. وأوضح خبير الزراعة في مكتب وزارة الزراعة بإقليم شمال البحر الأحمر السيد ميكائيل تكي أن السمينار هدف لتعزيز أنشطة الجمعية وتقويتها وتمهيد الأرضية لتبادل التجارب، ودعا أعضاء الجمعية لتوسيع معرفتهم الزراعية وإزالة القصور والدفع بالعمل الجماعي لتقوية الجمعية. وأكد المشاركون على أهمية السمينار في أنشطتهم، مطالبين بتوفير الآليات لبناء الحواجز المائية الصلبة لمكافحة الانجراف سنويا جراء السيول والإسراع في عملية بناء المدرجات. هذا وتضم جمعية مزارعي شعب منشب 3400 عضو، بينهم 1700 امرأة.
دعا سكان ضاحية ترف بمديرية قلوج إلى تشديد القوانين لمحاربة القطع الجائر للأشجار وتعزيز المراقبة. وأوضح السيد إبراهيم محمود والسيد تسفون برهي أن منطقتهم كانت مشهورة بالأشجار الكبيرة المعمرة والحيوانات البرية، غير أن تلك المساحات أخذت في التقلص جراء القطع الجائر من قبل المزارعين للاستخدام الزراعي والرعاة القادمين من مختلف المناطق لتغذية ماشيتهم. وفي موضوع ذي صلة، دعا مسؤول وزارة الزراعة في مديرية دقة السيد كستي قبري يوهنس دعا السكان لوضع حد لاقتلاع الأشجار الكبيرة التي من بينها أشجار الدوم وتقديم مقتلعي تلك الأشجار إلى القانون. وقال إن التنمية الزراعية على ضفاف الأودية الكبيرة من الأسباب الرئيسية لاقتلاع الأشجار، مناشدا المزارعين للاعتناء بالأشجار وحمايتها. ودعا أصحاب الرخص المؤقتة لاستخراج الفحم استخدام أشجار المسكيت فقط. نظم الاتحاد الوطني للمرأة فرع إقليم جنوب البحر الأحمر نظم سيمينارا للمعلمات في مدينة عصب لمكافحة العادات الضارة وإحداث تغيير في العادات والتقاليد. ونبه السيمينار على الدور الكبير للمعلمات في مكافحة العادات الضارة وتأثيراتها المعيقة لتطور المرأة. وذكر في المناسبة بأن زواج القاصرات من العادات التي تعيق تطور المرأة، ويتوجب في هذا المجال إحداث تغيير في العادات والتقاليد السائدة. وقالت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيدة وين نقاش أن تطور البلاد يتأتى بمشاركة الجنسين، داعية لتضافر جهود الجميع لإزالة العادات المتخلفة التي تحد من مشاركة الإناث في التعليم. من جهتهن ناشدت المشاركات في السيمينار إلى مواصلة الأنشطة المشجعة لدعم الطالبات، مؤكدات استعدادهن لتقوية تأطيرهن والعمل بقوة لإنجاح برامج الوطن. توفي في 7 من مايو الجاري المناضل محمد إدريس طلول عن عمر ناهز 67 عاما جراء مرض ألم به. والتحق المناضل محمد إدريس طلول بجبهة التحرير الإريترية عام 1967 وحتى عام 1975، وانضم عام 1976 إلى الجبهة الشعبية ليخدم شعبه ووطنه بدفان وإخلاص بطولي حتى تحقيق الاستقلال. والمناضل الشهيد محمد إدريس طلول شارك في عملية كراتشي الفدائية في الباكستان في 18 من يونيو عام 69 و900 وألف لإحراق طائرة النظام الاستعماري الإثيوبي. وقد وري جثمان الفقيد المناضل محمد إدريس طلول الثرى في مقبرة الشهداء بأسمرة في 8 من مايو الجاري. وتعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن بالغ حزنها لوفاة المناضل محمد إدريس طلول، وتقدم تعازيها لأسرة الفقيد. وفي الشأن العالمي مشاهدينا، أدى هجوم عنيف اليوم الأربعاء على مكتب حزب كردي في مدينة كركوك العراقية أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين بجراح مختلفة. وقالت الشرطة أن الهجوم استهدف حزب الرئيس العراقي جلال الطالباني حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في شمال مدينة كركوك. وأضافت بمقتل عنصرين من قوات البشمركة الكردية في جنوب المدينة إثر هجوم منفصل آخر في المدينة النفطية بشمال العراق. هذا ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجمات اليوم الأربعاء، وسط تصاعد حدة الهجمات الطائفية والعرقية في البلاد خلال السنتين الماضيتين على نحو واسع. أبرم مصرف الصين للتنمية اتفاقية تعاون مع أفريقيا يوم أمس الثلاثاء لتوسيع الاستثمارات الصينية في القارة السمراء. أبرمت الاتفاقية مصرف الصين للتنمية والمنظمة الأفريقية لتنسيق التجارة والقانون المعروفة بمنظمة أوهادا. وأكد رئيس المصرف الصيني عزم بلاده دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا من خلال تقديم القروض بهدف توسيع الاستثمارات الصينية داخل القارة، مشيرا إلى تقديم بلاده قروضا لأفريقيا بأكثر من 20 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي 2012، مضيفا بعزمهم تقديم نحو 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة لمختلف الشركات الأفريقية في 42 دولة. هذا وتنص الاتفاقية الجديدة على تعزيز علاقات التعاون بين الصين وأفريقيا في تبادل المعلومات والمسوحات القانونية في مجال الاستثمارات.
اتفقت الولايات المتحدة وروسيا يوم أمس الثلاثاء على ضرورة حل الأزمة السورية بالطرق السلمية خوفا من امتداد الصراع المسلح إلى كافة مناطق الشرق الأوسط. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين إثر لقائه بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري في العاصمة الروسية موسكو، أكد اتفاق بلاده مع الولايات المتحدة على ضرورة حل الأزمة السورية عبر الحوار السلمي بين الحكومة والمعارضة من خلال عقد مؤتمر دولي قبل نهاية هذا الشهر، موضحا بأن الحوار سيعقد بناء على مقررات مؤتمر جنيف العام الماضي حول الأزمة السورية. فيما أشار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى أهمية حل الأزمة السورية في أقرب وقت عبر الحوار من أجل استقرار منطقة الشرق الأوسط. وتأتي زيارة المسؤول الأمريكي إلى روسيا بعد مرور 3 أيام من الغارات الجوية الإسرائيلية على ضواحي العاصمة السورية دمشق وتصاعد الانتقادات الدولية والإقليمية حول تلك الغارات. أعلن وزير الداخلية الإسباني جورج فرنانديز يوم أمس الثلاثاء اعتقال 6 عناصر من حركة إيتا الانفصالية في فرنسا خلال عملية مشتركة بين بلاده وفرنسا. أوضح خلال مؤتمر الصحفيين في العاصمة الإسبانية مدريد بأن عملية اعتقال العناصر ال6 لحركة إيتا جرت في عدة مواقع في فرنسا ضمن التعاون الأمني بين القوات الأمنية في البلدين، مشيرا إلى أهمية الحملة للقضاء على عناصر الحركة الانفصالية الناشطة في شمال شرق أسبانيا وجنوب غرب فرنسا. يذكر أن حركة إيتا المطالبة باستئصال وطن للباسك في الحدود المتاخمة بين إسبانيا وفرنسا كانت قد أعلنت وقف نشاطها العسكري في شهر أكتوبر من عام 2011، علما بمقتل أكثر من 800 شخص منذ بدء حركة إيتا صراعها المسلح في عام 1960. أطلقت في تشيلي مؤخرا لعبة التسونامي بهدف تعليم الأطفال كيفية مواجهة الكوارث الطبيعية والخروج منها سالمين. وتدور اللعبة حول كيفية مساعدة طفل صغير لأقرانه من الأطفال في الوصول إلى منطقة مرتفعة على علو 30 مترا في مسيرة تتخللها العديد من المصاعب من تناثر حطام المباني واندلاع الحرائق وتسرب الغازات. وقال الدكتور الجامعي المصمم للعبة بأن الهدف هو تعليم الأطفال من عمر 5 وحتى 9 مخاطر الزلازل الأرضية وموجات المد العاتية، انطلاقا من الزلزال القوي الذي ضرب جنوب وسط تشيلي عام 2010 وأعقبه حدوث أمواج مد عاتية أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص وخسائر مادية تقدر ب30 مليار دولار. هذا وأوضحت الشركة المنتجة للعبة عن توفرها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. انتشل قرويون في شمال الهند يوم أمس الأول فيلا صغيرا من قناة مائية بعد عجزه عن الخروج منها. وجرت الحادثة في ولاية آسام في شمال شرق الهند يوم الاثنين الماضي إثر سقوط فيل صغير على نحو مفاجئ في قناة مائية بالقرب من محمية طبيعية هناك. وحاول فيلان من القطيع الذي كان فيه الفيل الصغير مساعدته في البدء، ولكن دون جدوى، مما استلزم تدخل السكان المحليين في عملية الانتشال. وقد تمكنوا من إخراجه من خلال سحبه بواسطة حبل بعد إطلاق عدة أعيرات نارية في المنطقة لإبعاد قطيع الأفيال قبل الشروع في عملية السحب. هذا وأكدت مصادر طبية عن تحسن أوضاع الفيل الصغير بعد معالجته وتغذيته على نحو جيد، مشيرة إلى أن القطيع كان في طريقه للبحث عن الماء لحظة وقوع الحادث. يشار إلى وجود أكثر من نسبة 50% من جملة الأفيال الآسيوية في الهند، غير أن عددها أخذ في النقصان خلال السنوات الأخيرة. مشاهدينا الرياضة بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.